الفل، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنرتب مع بعض الدرج بتاع المنظفات. انا عايزه اقول لكم ان المفروض ان الدولاب الطويل ده في المطبخ، بصوا. المطبخ عندي بدايته دولاب طويل كده. تمام. ده الكرسي عشان انا طويله شويتين تلاتة فبحتاج كرسي. المهم ان المفروض يا جماعه الدولاب ده كان للمقشات والمساحات والحاجات دي كلها. بس انا الصراحه حسيت ان هو هيبقى دولاب خزين احسن. وحطيت المقشات والمساحات في حته برضو هبقى اوريها لكم، بتبقى مش باينه قوي في المطبخ. علشان استغل الدولاب ده، والصراحه استغليته يعني جامد، والحاجات اللي فيه واخده معايا حاجات كتيره قوي. فتعالوا بقى نفتحه كده ونشوف. بصوا، انا طبعا كنت برتب حاجات وبعد كده الكاميرا فصلت، وفي حاجات مترتبه وحاجات لا. بس خلينا كده نشوف. انا لما ما بقتش عايزاه الدرج للمقشات وكده، فعمل لي ارفف زي ما انتم شايفين كده. بجد لو انتم مطبخكم يسمح لازم تعملوا دولاب زي كده. انا ما كانش الحمام فيه مكان للمنظفات وما كنتش عامله درج مخصوص ولا حاجه، فعشان كده حطيتها هنا. ولسه الدولاب ده ليه تكمله من تحت، والتكمله دي هي الخزين بتاع البيت. وبرضو هعمل لكم فيديو عن الخزين والحاجات دي كلها. فخلينا الاول في المنظفات. هما بصوا، المنظفات خدت معايا الدرجين دول، والتالت ده كنت محتاجه حاجه تبقى طويله. استنوا اظبط لكم الاضاءه. ياه، ما احنا كنا ليه عاملين في نفسنا كده. محتاجين حاجة طويلة علشان خاطر الصواني دي عرضها طويل، والطقم التوزيع ده طويل، وبرده بتاع الشوربة ده. خلينا نشوف كده الأول. بصوا، أول حاجة أنا عايزة أقولها لكم إن المسحوق، طبعا المسحوق بتستخدموه على حسب راحتكم وكل حاجة، بس كعروسة طبعا في البداية المفروض بتجيبي حجم كبير. أول حاجة أنا عايزة أعملها، أو النصيحة اللي أنا اكتشفتها، إن أنا عايزة أجيب علبة أحط فيها المسحوق ده، ما اسيبوش بالطريقة دي كده. بس تمام، يعني هي الفكرة إن احنا أول حاجة بتجيبي المسحوق ده وبخصص له بقى كوبايه زي كده، علشان خاطر ان انا اخد منه بسهوله. طالما ما فيش علبه، لو في علبه هيكون الموضوع اسهل بكتير. فهنا انا حاطه المسحوق عشان يبقى سهل عليا. ودي الفنجات بتاعه المواعين الاسبونجات برضو حطاها هنا، بحيث تبقى سهله. بس احنا هنشيلها دلوقتي نطلعها فوق. والصواني بقى بتاعه التقديم، ودي صواني الكب كيك هنشيلها برضو نحطها مع الصواني بتاعه الكيكه. وبلانشة التقطيع، انا عايزه اقول لكم ان المكان ده بيكون سهل عليا ان انا اخد منه الحاجه على طول، عشان هو في بدايه المطبخ ومترتب، يعني مفيش حاجه على بعضها. طقم التوزيع ده انا حاطاه هنا لانه مش هو الاساسي بتاعي. انا وريتكم طقم التوزيع الاساسي اللي انا بستخدمه. ده ليه عيوب وليه مميزات برضو هكلمكم عنها في فيديو تاني. ما تنسوش طبعا لو انت عاوزة تشوفي الفيديو بتاع جولة في المطبخ، لانه كله بيكون عبارة عن نصايح عن الحاجات دي. ورا بقى حاطة بتوع الشوربة دول، مش عارفة اسمهم ايه، بس لسه برضو هنظبطهم مع بعض ونعدلهم وكده. هنا بقى الدرج الاساسي بتاع المنظفات. اول حاجة طبعا انا مستهلكاها، يعني انا حاطة قدام الحاجات اللي بستخدمها على طول، وورا الحاجات اللي انا مش محتاجاها قوي. ده الفريدة المعطر. بصوا، ده بجد انا بحطه في اي حاجه، وكل حاجه بيدي ريحه تحفه وبينضف حلو قوي. والديتول برضو عشان بستخدمه على طول في التعقيم وعشان الحمام وكده. واللهلوه بتاعت مايوي برضو حطها قدام، لان اي حاجه بتكون صعب ان هي تنضف بتحطي منها شويه وخلاص، وبتظبط الدنيا معاكي. تمام. ده بقى بتاع غسيل الاطباق اللي هو وفير. الجيركن ده تقريبا كان 4 كيلو او حاجه كده، مش عارفه الصراحه كان كام بالظبط. بس هو كبير قوي، وبياخد كتير يعني. انا بحاول اشوف لكم هو كام كيلو، بس مش مكتوب عليه تقريبا. تمام. بعد كده بقى بنحط ورق ايه، استنى اشوف معاكم. انا هنا حاطه الفوطه دي علشان الفوطه دي بتاعت لما باجي بمسح اللي هو الازاز وكده، بمسح بيها فمخليها هنا يعني. هنا بقى ده بتاع اللي هو بيلمع الخشب وكده. والكلوريكس بتاع الالوان، والكلوريكس الابيض. طبعا الاتنين بيبقوا. بصوا، انا جايبه الحاجات دي من زمان لان في حاجات مقاطعه انا عارفه. بس الحاجات من زمان علشان كان من قبل ما اتجوز بكتير، فما كانش لسه ظهر الموضوع ده. فالكولوريكس الالوان برضو والفانيش اهو. وانا بجيب ما كنتش عارفه في المنظفات خالص ايه المقاطعه وايه اللي مش مقاطعه، عشان كده كنت بجيب اي حاجه، بس بعدين سالت بقى وعرفت. والهاربك برضو مهم قوي، بتاع الحمام. بجد بينضف واحسن من الكلور 20,000 مره.
بصوا، وهنا برضو الجلاسي ده بتاع الازاز بتستخدموه، بيجي الاتنين مع بعض. لما دي بتخلص بتكملي من دي عليها، وبعد كده يعني بيقعد معاكي وقت طويل قوي. انا كنت فاكره ان المكان اللي انا فيه ناموس، بس ما طلعش فيه الحمد لله، فكنت جايبه الفيرسول ده احتياطي. وده الهاند ووش بتاع الايد، بيتحط برضو في الحمام بحيث يسهل عليكي لو مش عايزه تستخدمي الصابونه. وبرضو السلك بتاع المواعين هنا، والبرسيل جel اللي ورا دي بقى. فدي اللي هي دي مساحة بتاعة المساحة الباركيه، برضو هبقى اوريها لكم في مرة من المرات. فده كده الدرج الاول بتاع المنظفات. فوق بقى انا حاطه حاجات بسيطه ولسه برضو هرتبها معاكم. ده الكولريكس بتاع الابيض والسيترس ده، بس انا مش عارفه ليه، مش حاسه ان انا مش عارفه استخدم السيترس ده صح. بحسه ما بينضفش، مش عارفه. والدوني. تمام. ورا بقى محطوط الصابون اللي انتوا هتحتاجوه، ومحطوط الفوط الصحية والمناديل والكلام ده كله. برضو هنظبط كل ده دلوقتي مع بعض. بصوا كده اهو. طبعا لو انتوا سامعين صوت جنبي فده صوت الغسالة، نحاول نعمل نفسنا مش واخدين بالنا يعني. انا سبت ده بصراحة زي ما هو هنا عشان انا قريب هجيب له علبة، فلما اجيب له علبة هغيره. هنا بقى حطينا عشان الصينية بتاعة الكب كيك زي ما قلت لكم، وحطيت الصواني دي كده. وطقم التوزيع سبته زي ما هو، وظبطنا الرصة بتاعت البولات اللي جوه دي. هنا بقى اهو حطيت زي ما قلت لكم من الاقرب للابعد، يعني اللي انا بستخدمه على طول قريب والباقي ورا. وفوق برضو ظبطته اهو، خليت المناديل ورا، والحاجات اللي واخده كميه كبيره هي اللي ورا، والحاجات اللي ايدي فيها على طول هي اللي قدام. تمام. دي كده بالنسبه للمنظفات بتاعه العروسه، مش هتحتاج اكتر ولا اقل من كده. ممكن تزودي بس الباور بتاع الدهون لاني نسيته. غير كده فهي دي هتبقى الحاجات الاساسيه معاكي. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. استنوني في الفيديو الجاي.